هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله معانا أكلة سريعة وخفيفة ولذيذة جدا جدا جدا. وبقت غالية جدا في المطاعم بره. هنعملها في البيت بمكونات كلها احنا عارفينها، مكونات صحية وبأي ميكس انتي حابة تعملي بيه، وبأي إمكانيات متاحة عندك. ده انتي لو عندك ربع كيلو من البانيه هتقدري تعملي لهم أكلة زي دي، وهتبقى ممتازة جدا جدا وهيتبسطوا منها جدا جدا مع شوية بطاطس وحبة حبشتكنات كده من جوه وصوصات وكده. هتظبطي الدنيا وهتعملي احلى كريب بجد لاولادك في البيت. هيبقى طعم جدا جدا جدا. اول حاجه اول حاجه هنا المقادير معانا. انا يعني عايزه اطلع كميه مش كبيره من الكريب، فهعمل حوالي 6 وحدات من الكريب، تمام؟ او ممكن يعملوا لي 7 كمان لو رفعته اكتر. عندي هنا 4 كوبايات من الدقيق الابيض العادي. كل كوبايه من الدقيق هتاخد حوالي كوبايه وربع من الميه، تمام؟ ومعايا هنا بيضايه واحده بس بدرجه حراره الغرفه، ومعايا واحده من الفانيليا، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، تمام؟ فهي دي تعتبر المكونات بتاعتنا كلها. هنقول تاني، انا عملت 4 كوبايات من الدقيق، حطيت عليهم بيضة واحدة، وهنزل بيه معلقة صغيرة كده من البيكنج باودر، وهنزل معلقة صغيرة من البيكنج باودر عليهم كمان. علشان البيضة لازم نحط فانيليا، فانا حطيت ظرف واحد من الفانيليا. عايزة تستبدليه بخل، تمام؟ عايزة تحطي ظرف الفانيليا، تمام؟ وحطيت رشة ذرة كده ما بين ايدينا بالظبط، عبارة عن ملح. انا هنا قلت هنحط لكل كوبايه من الدقيق عباره كوبايه وربع من الميه. انت ممكن تقسميهم ما بين اللبن والميه، انا قسمتهم ما بين اللبن والميه. وحطيت في الخلاط الاول نص كميه الدقيق بس، وعليهم نص كميه الميه بكل المكونات عادي، البيضه وكل حاجه، ونبدا نضرب كويس جدا. وبعدين هنبدا تاني ان احنا بعد ما يتضربوا كويس جدا ونضمن ان هم يعني اتضربوا حلو قوي، هنبدا ان احنا نزود بقيه الدقيق الموجوده وكميه الميه او اللبن عندنا الباقي خلاص، وهنضرب كويس جدا. انا هنا بس بوريكم مراحل الضرب علشان تعرفوا ان الخلاط يعني بنتعامل بيه ازاي. طبعا هنجيب سباتيولا ونبدا نقلب في الخلاط من تحت لفوق من تحت لفوق، علشان اي كتل من الدقيق لسه ما اتضربتش نقدر ان احنا نضربها كويس جدا ومبقاش فيه اي تكتلات خالص خالص في العجينه. في ناس بعد ما بتخلص الخطوه دي بتصفي، انا الصراحه ما صفتش واشتغلت على طول، لان انا كنت متاكده من الكميه بتاعتي ان هي اتضربت كويس جدا جدا. انا هنا هعمله الفراخ المشويه، تمام؟ فجبت صدور الدجاج، طبعا انا كنت متبلاها من قبل يعني بشويه بصل وطماطم وفلفل وشويه من البهارات الخفيفه، وممكن نحط لها زبادي كمان، زي مرقه فوريه، مرقه دجاج، مرقه فوريه، او مثلا في بهارات دجاج او فلفل اسود وملح. وكمان حط لهم معلقه من الباربيكيو، معلقه من المستردة. دي كده تتبيله الفراخ. هنزل في طاسه نضيفه، هحط فيها معلقه من الزبده او حته صغيره من الزبده، وابدا ان انا اشوح الفراخ من الناحيتين. بتبقى خفيفه جدا جدا وهيلسي جدا، مش بتبقى دسمه بقى ومليانه زيوت او اي حاجه من الحاجات دي. هو كده احنا كده خلصنا كميه الفراخ اللي معانا النهارده. دي كانت حوالي 400 جرام من الفراخ، تمام؟ وكمان هبدأ بقى ان انا اشتغل في الكريب، العجينة اللي احنا عملناها، السايلة بتاعة الكريب اللي احنا عملناها. برضو هجيب حتة من الزبدة الصغيرة في طاسة الكريب. اهم حاجة الطاسة اللي انت تشتغلي بيها تكون ما بتلزقش. انا هنا عملت تكنيك تاني، ان انا بحط العجينة بتاعتي في الكريب، بتاع في طاسة الكريب يعني، وهبدأ ان انا اقلب طاسة الكريب مش بسباتيولا او اي حاجة، لا انا ببدأ زي ما انتم شايفين بلفها كده، بحيث ان كل العجينة السايلة تروح على الاماكن اللي ما فيهاش يعني، تمام؟ انتي اول واحده ممكن تطلع منك سميكه شويه، تاني واحده ممكن تبقى بتظبط بقى معاكي يعني، تمام؟ تمام. وبعد كده بنبدا ان احنا نسيبها شويه تهدى كده شويه على النار ما بتكونش عاليه قوي علشان ما يتحرقش مننا، وعشان يستوي كويس قوي قوي من كل الاطراف. ببدا هنا اشوفه من تحت، لو استوى خلاص ببدا ان انا اقلبه على الناحيه التانية، وما بخليهوش ياخد لون جامد علشان ما ينشفش معانا، ونقدر ان احنا نشكله بسهوله وما يبقاش يعني جامد، فان هو نيجي مثلا نتنيه او حاجه يتكسر معانا. خلاص انا هنا برضو حطيت شويه من الزبده. ده خلصنا كده اول واحد. طبعا بنحطه على صينيه كبيره مثلا او طبق كبير، ونبدا ان احنا نغطيه بحته قماشه نظيفه علشان يفضل محافظ على طريانه وما ينشفش معانا. خلاص انا هنا اول ما العجينه حطيتها، طبعا لازم الطاسه تكون سخنه بس ما تكونش سخنه مولعه يعني، تمام؟ ويتفرد معانا العجين حلو قوي، ياخد لون كويس من تحت خفيف، وبعد كده بنبدا نقلبه على الناحيه التانية ويتشوح معانا قلبتين 3، وخلاص على كده بيكون خلص معانا الكريب.
وما بياخدش وقت نهائيا على الطاسه الصراحه يعني. تمام. انا هنا اهو بفضي من الخلاط على طول، او من مثلا شفشق او حاجه، على طول على الطاسه من غير بقى ما اوسخ اكتر من حاجه ونقعد نبهدل في الدنيا ونعمل. لا، هو من الخلاط على طول على الكريب، ونبدا ان احنا بايدينا كده نميل الطاسه يمين وشمال بحيث ان هو يتفرد كله، يبقى معانا الطبقه رقيقه مش طبقه سميكه يعني. انا هنا عمل معايا حوالي 6 كريبات ونص ماشي، وفي واحده كمان كانت اتبهدلت معايا فكان ممكن يعمل 7 كريبات. وما شاء الله شوفوا الطريان خطير. طبعا في قماشه نظيفه احنا بنغطيه بيها. فهنبدا دلوقتي خلاص. انا بوريكم ان الكريب ازاي طاري في ايدينا وبيتشكل بسهوله جدا وكده 100 100. انا هنا خلاص المكونات بتاعتي، انا كنت جبت بطاطس برده، كنت سلقاها نص سلقه كده او 3/4 سلقه، وحمرتها في الاير فراير من غير ولا نقطه زيت بحيث ان هي تبقى هيلسي شويه. ومعايا جبنه موتزاريلا ومجموعه من الصوصات حطيتها على بعض زي التكساس والباربيكيو والمستردة والكاتشب، وقلبتهم مع بعض كده، وهحط منهم كبيس هو اللي على الرغيف الكريب بتاعنا. وبعدين احط عليه شويه من الصوصات، وبعد كده نحط الموتزاريلا ونحط البطاطس ونحط كل المكونات بتاعتنا بقى والفراخ والحاجات دي. عندك خيار مخلل ممكن تحطي خيار مخلل، عندك زيتون ممكن تحطي. وبنبدا ان احنا نقفله بالطريقه دي، نقفله مثلث بحيث ان هو من تحت يتقفل على قدر المستطاع. تمام. ده واحد تاني معاكم اهو. وطبعا انا بس يعني من قلب التجربه بقول لكم على فكره ان انتوا تزودوا الصوصات شويه عشان يبان طعمها اكتر في الساندوتش يعني. تمام. وطبعا ده ممكن ينفع يتعمل بستريبس، يتعمل بفاهيتا، يتعمل بشاورما، يتعمل باي نوع، ممكن بطاطس بس اصلا مع شويه صوصات وجبنه موتزاريلا، بيبقى بصراحه جميل جدا جدا برده. في كل الاحوال هو بيبقى خطير. تمام. انا هنا اول ما بجهزه خلاص ببدا ان انا اشيله واحطه في طاسه الكريب طبعا على نار مسخنه يعني. ببدا ان انا احطه على طاسه الكريب بتاعتنا واسيبه على كل ناحيه لحد ما يتشمع وياخد لون حلو كده. نبدا ان احنا في الحاله دي خلاص كده خلصنا، نبدا ان احنا نغلفه وناكله على طول. فزي ما بقول لكم الحشوات انتوا بتلعبوا فيها، ممكن تعمليه اصلا كبده، ممكن تعمليه مثلا سجق بالخلطه، ممكن تعمليه مثلا كفته. كل حاجه تنفع في الكريب، مش شرط فراخ بس او مشتقات الفراخ بس، كل حاجه بتنفع. اهم حاجه زي ما قلت لكم حاولوا ان انتوا تقفلوه من تحت، المثلث يكون اكتر يعني حاجه مقفوله بانتظام كده بحيث ان هو ما يتبهدلش معانا. وطبعا انا هنا بوريكم بس ان الكريب اللي انا بنقله ده اللي انا بقلبه ده كنت انا حطاه على الظهر على طول، ما حطيتوش على الوش المقفول. المفروض ان انا كنت احطه على الظهر اللي هو اللي عليه القفله بحيث ان هو يتشمع الاول واقدر اقلبه براحتي. طبعا هنا انا كنت سبته شويه على النار متوسطه، كله بدأ ان هو ينشف معايا من تحت، بيطلع لنا الكريب اللي هو الناشف المتماسك، مش طري بقى زي ما كان في ايدينا. لا، بتبقى الحركه دي حلوه جدا جدا وبتخليه ماسك كده في نفسه ويعني متماسك، تقدري تمسكي الساندوتش تاكليه مش هيتبهدل منك ولا حاجه، زي بالظبط اللي بتجيبيه من بره. فخطوه الطاسه او المقلايه الكريب دي خطوه مهمه جدا جدا جدا، وان احنا لازم 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 نعملها علشان تخلي الساندوتش معانا عامل زي بتاع بره بالظبط. وما شاء الله الساندوتش بيبقى مليان جدا وبيبقى دسم وبيبقى غني باقل المكونات وباقل المقادير تقدري تعملي بيها كريب في البيت. دلوقتي اقل كريب ممكن تجيبي الواحد من بره معدي 150 جنيه. تمام. انت هتعمليه في البيت كله ب 400 جرام مثلا بانيه بس، حوالي 6 سندوتشات من دول. كان خطير خطير اللهم بارك. اتمنى ان انتوا تجربوه. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والكومنتات الجميله. والاشتراك يا حبايب قلبي، الاشتراك هو اللي هيخلينا نستمر وهنخلينا نكمل مع بعض. ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع السلامه.